عمرك دخلت سوبر ماركت عشان تشتري علبة لبن وطلعت بتلات أكياس شيبسي وعلبة شوكولاتة وكيس سناكس شكله غريب وانت حتى مش عارف انت جايبه ليه؟ مبروك يا صديقي، انت اتعمل فيك تسويق من النوع التقيل. الشركات هنا مش بتبيع لك منتج، الشركات هنا بتشتري دماغك، بس مش بالطريقة اللي في بالك، لا، بالذكاء. هما مش بيجوا يقولوا لك اشتري المنتج ده يا عبقري، هما بيخلوك تفكر انك انت اللي قررت انك تشتريه. وده يا سيدي اسمه التأثير اللاواعي، او زي ما العلماء بيحبوا يسموه subconscious influence. وده المجال اللي الشركات فيه بتصرف مليارات علشان تفهم ازاي مخك بياخد قرارات وانت فاكر نفسك حر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إسلام ودي قناة دماغ آخر الليل. خليني أقول لك قصة لطيفة حصلت فعلا في الثمانينات. كان في تجربة اتعملت في أمريكا اسمها تجربة كوكاكولا في السينما. في باحث اسمه جيمس فيكاري عمل إعلان مخفي، حط كادر واحد في الفيلم مكتوب عليه اشرب كوكاكولا. الكادر بيظهر لمدة 1/3000 جزء من الثانية، يعني ولا عين بشرية ممكن تلحق تشوف. عارف النتيجة؟ مبيعات كوكاكولا زادت بنسبة 18% في نفس السينما اللي فيها الإعلان ده، من غير ما حد يشوف الإعلان أصلا. طبعا الناس اتجننت، قال لك إيه ده؟ ده غسيل مخ. بعدين الباحث نفسه طلع وقال إن التجربة كانت مجرد اختبار لفكرة غير مؤكدة، بس الشركات وقتها فهمت الرسالة. مش لازم أقولك اشتري، الموضوع بقى أعمق كمان. في جامعة برينستون عملوا تجربة تانية، جابوا مجموعة ناس قالوا لهم يختاروا بين صورتين لوشوش عشوائية، واحدة فيهم أكثر جاذبية من التانية، وكل شخص يختار الصورة اللي عجباه. بس العلماء كانوا بيبدلوا الصور بعد ما الشخص يختار من غير ما ياخد باله. والمفاجأة 90% من الناس لما تسألهم ليه اخترت الصورة دي بيبدأوا يبرروا قرارهم، حتى لو الصورة دي مش هي اللي اختاروها أصلا. يعني مخك مش بس بيتأثر، ده كمان بيخلق مبررات علشان يقنعك إن القرار اللي انت خدته ده كان قرارك انت. وده بالظبط اللي بيحصل لما بتشوف اعلان على السوشيال ميديا او لوجو لشركه معينه. الموسيقى، الالوان، ترتيب العناصر، حركه الكاميرا، كل ده بيشتغل على الجزء اللاواعي في دماغك، والنتيجه انت تفتكر انك قررت تشتري، بس الحقيقه ان القرار اتاخد جوه دماغك من قبل ما تفكر فيه اصلا. خليني اقول لك مثال بسيط جدا. ليه دايما اللون الاحمر في الاعلانات هو اللي بيشدك؟ لان العلماء اكتشفوا ان اللون الاحمر بيرفع معدل ضربات القلب وبيخلق احساس بالالحاح. يعني وانت شايف عرض مكتوب عليه خصم 70% لفتره محدوده باللون الاحمر، مخك بيتعامل معاه زي خطر ولازم تتصرف فورا. علشان كده دايما بتلاقي اللون ده في اعلانات الوجبات السريعه والعروض. يعني الشركات بتعمل لك غسيل مخ بالالوان من غير ما انت تحس. وده اسمه في التسويق تأثير الندرة او سكارسيتي افكت. زي ما الشركات بتستخدم الكلمات السحرية علشان توصل لدماغك مباشرة. مثلا بدل ما يقول لك المنتج بتاعنا جديد يقول لك حصريا واول مرة في السوق. كلمة حصري بتلعب على حاجة جوه دماغك اسمها الندرة. عندك كمان اللون الازرق بيوحي بالثقة والأمان، علشان كده أغلب البنوك الكبيرة بتستخدم اللون ده في اللوجو بتاعها، زي CIB وNBK وQNB وFAB وغيرهم كتير بيستخدموا اللون الأزرق. بس خد بالك، الشركات مش بتستغل ده عشوائي، هم بيعملوا اختبارات علمية، حرفيا بيحطوا ناس في أجهزة fMRI او تصوير الرنين المغناطيسي اللي هي بتعمل اشعه على المخ، وبيشوفوا ايه اللي بيحصل جوه دماغك لما بتشوف اعلان ايس كريم او لوجو معين. اللي بيحصل ان المخ بيتفاعل كانه شاف حاجه بيحبها فعلا حتى لو عمره ما جربها. وده السبب يا صديقي انك ممكن تفتكر انك بتحب منتج معين، بس في الحقيقه اللي بتحبه هو الاحساس اللي الاعلان زرعه جواك. تعال بقى نخش على مستوى تاني. الموضوع مش بس الوان او اعلانات، الموضوع كمان دخل في المزيكا والريحه وترتيب المكان نفسه. انت فاكر اول مره دخلت مول كبير وشميت ريحه حلوه جدا؟ اول ما دخلت المول ده، ريحه نظافه، راحه نفسيه، الناس هنا تحسها شيك في نفسها كده، حاجه كده اللي هو ايه الجمدان ده؟ ده مش صدفه يا صديقي، دي خطه كامله. في مصطلح في التسويق اسمه سينت ماركتنج، يعني التسويق بالروائح. في شركات كبيره زي ابركرومبي اند فيتش وستاربكس وحتى نايكي بيستخدموا ريحه معينه في الفروع بتاعتهم، ريحه متصممه علميا، معموله مخصوص عشان تخليك تحس بالراحه وتفضل جوه المكان اطول وقت ممكن. ولما تخرج مخك بيربط الريحه الحلوه دي بالاحساس الجميل اللي انت كنت فيه، فتبدا تشتاق للمنتج حتى لو انت مش حاسس. في تجربه اتعملت فعلا سنه 95 في جامعه شيكاغو، جابوا مجموعتين من الناس ودخلوهم محل واحد، نفس المنتجات ونفس الاسعار، بس في مجموعه دخلت المحل
وكان في ريحه فانيليا خفيفه كده، والمجموعه التانيه دخلت المحل من غير اي روايح خالص. عارف النتيجه؟ الناس اللي شمت ريحه الفانيليا في المكان قعدت جواه اكتر ب 25%، واشتروا منتجات اكتر ب 40% من المجموعه التانيه. وده بيقول لك قد ايه اللاوعي بتاعك بيتاثر بحاجات انت مش واخد بالك منها خالص. يعني تخيل كده، انت فاكر نفسك داخل تشتري تيشيرت، بس اللي خلاك تشتري اصلا هو ريحه المكان مش التيشيرت اللي انت عايزه. وده مش كل حاجه، في كمان الموسيقى. لو لاحظت هتلاقي ان المطاعم الكبيره دايما تشغل مزيكا رايقه. ليه؟ عشان تاكل على مهلك، تطلب مشروبك براحتك، وتقعد اكتر وانت هادي ورايق ومرتاح في قعدتك. انما محلات الوجبات السريعه مزيكا سريعه وايقاعها عالي. ليه؟ علشان تاكل بسرعه وتمشي بسرعه وتفضي مكان لزبون جديد. كل ده محسوب. في تجربه مشهوره جدا في جامعه اوكسفورد، جابوا نوعين من الناس ودوقوهم نبيذ معين، نفس المشروب بالظبط، بس المجموعه الاولى سمعوهم موسيقى فرنسيه، والمجموعه الثانيه سمعوهم موسيقى المانيه. عارف النتيجه؟ المجموعه اللي سمعت الموسيقى الفرنسيه قالوا ان الطعم قريب من النبيذ الفرنسي، واللي سمعوا المزيكا الالمانيه قالوا ان ده نبيذ الماني واضح جدا. يعني المزيكا لوحدها غيرت احساسهم بالطعم، وده اللي الشركات بتلعب عليه في الاعلانات والمحلات. المزيكا هتخليك تحس ان انت مبسوط، الريحه هتديك راحه نفسيه في المكان، الالوان هتديك حماس، وفي الاخر هتطلع محفظتك وتشتري وانت مقتنع ان انت اللي قررت. بس الحقيقه ان هم بسطوا لك الطريق جوه دماغك، خلوك تاخد القرار اللي هم عايزينه، بس باحساس ان القرار قرارك انت. خليني اقول لك قصه حقيقيه تانية. شركه ماكدونالدز سنه 2003 كانت بتواجه ازمه في المبيعات. الناس بدات تحس ان الاكل بتاعهم مش صحي وسمعتهم بقت وحشه جدا، فبدل ما يغيروا المنتج عملوا حاجه عبقريه، بداوا يشغلوا مزيكا معينه في الاعلانات والمطاعم بتاعتهم. المزيكا كلها نوتات ايجابيه وفيها مرح طفولي، وفي نفس الوقت بداوا يحطوا اللون الاصفر اكتر في الاعلانات بتاعتهم. عارف ليه؟ لان الاصفر بيرمز للسعاده والجوع في نفس الوقت، والنتيجه ان البراند اتربط باحساس ايجابي في دماغ الناس. وده حقيقي فعلا. انت لو دخلت اي فرع من فروع ماكدونالدز هنا هتلاقيهم مشغلين نفس المزيكا، ومن هنا طلعت الجمله الاسطوريه بتاعتهم I'm loving it. بس دي ما كانتش مجرد جمله، دي اعاده برمجه كامله للعقل. طب يا صديقي، احنا كده عرفنا ان الشركات بتلعب على حواسك، بس تعال نشوف بقى هم بيلعبوا على ايه جوه دماغك انت. في مجال دلوقتي اسمه نيورو ماركتينج او التسويق العصبي، وده باختصار بيستخدم اجهزه وابحاث علم الاعصاب علشان يعرف ايه اللي بيحصل جوه مخك لما تشوف اعلان او لوجو معين. يعني بدل ما هيسالوك انت بتحب الاعلان ده، لا، دلوقتي هم هيحطوك جوه جهاز fMRI وهيشوف مخك بيقول ايه بدل لسانك. في واحدة من أشهر التجارب دي اتعملت سنة 2004 في جامعة بايلور في أمريكا. جابوا متطوعين ودوقوهم نوعين من المشروبات الغازية، كوكاكولا وبيبسي، من غير الناس ما تعرف اللي بيشربوه ده ايه. الناس قالت انهم بيفضلوا بيبسي، بس لما الباحثين قالوا لهم ايه هو المشروب، 80% منهم قالوا ان هم بيفضلوا كوكاكولا. المفاجأة انهم لما بصوا على المخ لقوا ان منطقة العاطفة والذاكرة في الدماغ اشتغلت مع كوكاكولا، لكن منطقة مركز التذوق اشتغل مع بيبسي. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني الناس مش بتحب طعم كوكاكولا قد ما بتحب الاحساس اللي الشركة زرعته جواهم على مدار السنين. يعني كوكاكولا ما باعتلكش مشروب، هي باعتلك احساس بالسعادة، بالاعياد، بالصيف، بالاعلانات اللي فيها ناس بتضحك وهي ماسكة الازازة كأنها مفتاح الجنة. وهو ده بقى سر اللعبة الحقيقي. التسويق مش بيع منتج، التسويق هو بيع احساس داخل دماغك. في كمان تجربة مشهورة في MIT اللي هو معهد ماساتشوستس، جابوا مجموعتين من الناس هتشرب نفس النبيذ، وقالوا المجموعة ان النبيذ ده سعره $10، وللمجموعة التانية ان النبيذ ده سعره $90. خد بالك المشروب واحد بالظبط، بس المجموعة التانية قالت انه ألذ واغنى واحسن. ولما بصوا على المخ لقوا ان منطقة المتعة اشتغلت اكتر لما الناس افتكرت ان النبيذ اغلى. يعني انت ممكن تحس باللذة لمجرد انك متخيل انك اشتريت حاجة فخمة، وده اللي بنسميه تأثير البراند او البراند افكت. الشركات الكبيره عارفه انك مش بتشتري المنتج، انت بتشتري البرستيج اللي بيجي معاه. تعال ناخد مثال واقعي كده. في بحث اتعمل على مستخدمين ابل، الناس اللي بتحب ابل فعلا لما بيشوفوا لوجو الشركه بيحصل نشاط في نفس منطقه المخ اللي بتشتغل لما بيشوفوا شخص بيحبوه. تخيل، يعني ابل بالنسبه لهم مش شركه، ابل بقت علاقه عاطفيه. وده مش غريب خالص لما تفتكر ان ابل دايما بتبيع لك فكره، مش بيقولوا لك ده موبايل كويس، لا، بيقولوا لك think different، فكر بطريقه مختلفه. يعني ربطوك بالاحساس انك شخص مميز مبتكر وحر، ومن هنا دماغك خلاص اقتنع ان ابل
بيساوي جزء من شخصيتك. يعني لو حد شتم ابل انت تحس ان انت اللي اتشتمت. وده بنشوفه كتير جدا في فيديوهات مقارنه على سبيل الضحك بين اوبشن في ابل ونفس الاوبشن في سامسونج مثلا، وتلاقي ان سامسونج متفوقه على ابل في الاوبشن ده من سنين. فتلاقي محبين ابل داخلين في الكومنتات بيدافعوا عن تليفوناتهم كأن هم اللي اتشتموا فعلا. وده بيودينا لنقطه مهمه جدا، الشركات مش بس بتفهم انت بتحب ايه، ده كمان بتفهم انت بتحبه ليه، وبعدين بتزرع السبب ده جواك من غير ما انت تحس. وده بيفسر ليه معظم الاعلانات الكبيره مش بتبيع منتج، بتبيع مشهد حياه. واحده بتضحك وهي بتشرب مشروب غازي، شاب بيجري على البحر في اعلان قريه سياحيه، عيله مبسوطه حوالين ترابيزه السفره في اعلان كومباوند. كل ده مش عشان يبيع لك الحاجه نفسها، ده علشان يبيع لك اللحظه اللي انت نفسك تعيشها. كل اللي اتكلمنا عنه ده كان زمان، اعلانات تلفزيون، محلات، روايح، الوان. بس دلوقتي اللعبه كبرت، دلوقتي كل ده في جيبك، في الموبايل اللي مش بتسيبه من ايدك. النهارده الشركات بقت تستخدم نفس المؤثرات دي في تصميم الابلكيشنز والسوشيال ميديا نفسها. ازاي؟ بصيطه جدا. السكرول اللي انت بتعمله على الانستجرام او التيك توك هو نفسه السلوت ماشين بتاعت الكازينوهات. كل مره بتسحب الشاشه لتحت مخك بيستنى مكافاه جديده، صوره تعجبك، فيديو يضحكك، اشعار يخليك تفتح تاني. وده اسمه في علم النفس variable reward system، يعني نظام المكافاه المتغيره. وده اقوى طريقه لتحفيز الدوبامين في المخ. يعني ايه؟ يعني انت بتضمن التوقع نفسه مش النتيجه. وده نفس المبدا اللي الشركات الكبيره بتشتغل بيه دلوقتي، تخليك تفضل مستني الحاجه الجايه. لو تيك توك الفيديو اللي بعديه احسن، لو نتفليكس الحلقه اللي بعديها بتبدا قبل حتى ما تفكر. وفي المتاجر الالكترونيه اللي اشترى المنتج ده كمان اشترى المنتج ده معاه. كل ده معمول علشان يخلي مخك دايما في حالة شغف دائم. يعني مش بس الشركات بتفهمك، ده هم حرفيا بيدرسوك. كل ضغطة، كل ثانية بتقضيها على بوست، كل توقف عند فيديو معين، كل ده بيتسجل وبيتحول لبيانات، وبيستخدموه بعدين علشان يعرفوا ايه اللي يضحكك وايه اللي يخوفك وايه اللي يخليك تشتري. زي ما حصل سنة 2018 في حملة هاشتاج ديليت فيسبوك، بدأت بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا لما الناس اكتشفت ان اعلانات فيسبوك كانت بتستهدفهم بناء على بياناتهم الشخصيه. الحمله خلت ملايين يقللوا من استخدامهم السوشيال ميديا، زي ما ذكر ذا جارديان ونيويورك تايمز سنه 2018. في تجربه تانية اتعملت في جامعه ستانفورد سنه 2017، جابوا مجموعه ناس بيتفرجوا على فيديوهات، ولاحظوا ان الفيديوهات اللي بتثير مشاعر قويه زي الغضب او الدهشه هي اكتر فيديوهات بيتعمل لها شير. وده السبب انك تلاقي محتوى كتير النهارده مبني على الصدمه او الخوف او الانبهار. كل ده لان الشركات عارفه ان المشاعر القويه بتساوي انتباه زائد مشاركه زائد مبيعات. بس خليني اقول لك السر الحقيقي يا صديقي، هم مش اشرار ولا ملائكه، هم فهموا قاعده بسيطه جدا، اللي يقدر يتحكم في مشاعرك هيقدر يتحكم في قراراتك، واللي يقدر يتحكم في قراراتك هيقدر يبيع لك اي حاجه حتى لو انت مش محتاجها. بس مش لازم نخاف، الموضوع مش نهايه العالم، لكن لازم تكون واعي. لما تشوف اعلان مبهر خد نفسك واسال نفسك، هو انا محتاج ده فعلا ولا حد برمجني عشان احبه؟ لو فكرت كده قبل ما تشتري يبقى انت كسبت اللعبه. بعد اللي سمعناه ده انا عندي سؤال ليكوا وهستنى اجابته في الكومنتات. ايه اكتر اعلان سواء قديم او جديد اقنعك تشتري حاجه وانت مش محتاجها؟ او اخر مره اشتريت حاجه وانت مش عارف اشتريتها ليه؟ هستنى اجاباتكم اللي هتخلينا كلنا نفكر 1000 مره قبل ما ندوس جوه دماغنا على زرار الشراء. المؤثرات الخفيه عامله زي لعبه الشطرنج بين الشركات وبين دماغك، هم بيحاولوا يبرمجوك بس انت عندك القدره انك تفضل واعي وتتحكم في قراراتك. العلم بيقول ان دماغك بيستجيب للموسيقى والالوان والصور، بس لو فهمت الألاعيب دي هتقدر تقاوم. والمرة الجاية وانت بتشوف أي إعلان افتكر إن ليس كل ما يلمع ذهبا، وإن السعادة الحقيقية مش إنك تكون جزء من أي قطيع، لا، إنك تكون أنت وبس. لأن التسويق مش سحر، ده علم. بس لو فهمت العلم ده هتعرف تمشي في الدنيا دي من غير ما أي حد يبرمجك. أنا مش بقولك ما تشتريش، أنا بقولك اشتري بس بعقلك مش بمشاعرهم. وفي النهاية لو عجبتك الحلقة اعمل لايك، اشترك في القناة وشغل الجرس عشان دماغك تستاهل تبقى دماغ آخر الليل. سلام.